قهوتي باردة ويدي باردة قهوتي. مشاهدينا، اليوم ضيفتي شفنا ثلاثة منها: نور المفكرة، نور الشقية، ونور الليدي. خلينا نقول نور، صباح الخير. صباح الخير. بالليل. شلونك نور؟ زين. أول شيء احنا حابين نتعرف على نور الشخصية الثانية، مو نور اللي في هلا بحرين. نبدأ بنور، كم عمرها خلينا نقول؟ 24. لا 24. احنا خلينا نرجع الى الزمن للوراء، ناخذ الزمن نرجعك للوراء. يعني مثلا نجيب لك بارني صديق الطفولة. ايه، نبي نعرف اكثر عن طفولة نور الشيخ. طفولتي كانت طفولة مرحة، يعني لحن عندي فيديوهات يوم كنت صغيرة. كبرت مع بارني، يعني يمكن هو أول واحد تعرفت عليه في حياتي. طفولتي كانت حلوة. ليش؟ لأن أختي أصغر مني بسنة وشهر، فكنا مع بعض دائما مع بعض. أخذت من أبوي حب القراءة، المعرفة، أحب أعرف كل شيء. مثلا إذا سمعت اثنين يتكلمون عن موضوع أنا مو فاهمة، أحب أروح أقرأ عن هالموضوع. أحب أعرف كل شيء. أحب أتناقش مع والدي عن أمور الحياة، أمور الدين، أمور السياسة، أمور اجتماعية. دائما إذا يقرأ كتاب يحب يشاركني الأفكار الموجودة في هاي الكتاب. تعلمت دروس كثيرة من والدي. يمكن أهم درس اللي هو عدم المبالاة. ما أهتم بأي شيء ممكن يضر مستقبلي. يعني دائما يقول لي: نور، عندك تارجت، عندك هدف تبين توصلين له. إذا تبين توصلين لهالهدف وتبين تحققينه، لا تهتمين بكل كان يسميهم فيروسز. أمي شخصيتها يمكن علمتني أكبر درس، إن الحياة تستمر، وإن الواحد لازم يكون قوي، شخصيته لازم تكون قوية، وإن اللي الله كاتبه راح يصير. كنت تقدمين تقارير، طلعتي على الهواء 10 دقائق تقدمين فقرة الأزياء. وقفنا هلا بحرين فترة شهر، بنرجع مذيعين جدد. هلا بحرين من أول، خلينا نقول من جديد بيطلع. شلون هذه؟ اوصفي لي هاي بالضبط، شلون صار هاي الطبخة هذه؟ كلمني الرئيس التنفيذي لهيئة شؤون الإعلام وقتها الشيخ راشد، وطلب مني أن أقدم هلا بحرين. طبعا الشيخ راشد هو من أول الأشخاص اللي يدعموني في هذا المجال. من أول ما بديت في هلا بحرين دائما كان يعطينا البوش ان انتم راح توصلون بليز. يعني حتى اذا كان شيء متعب، لا راح توصلون، وهذا مجال حلو وانت لك مستقبل. فما قدرت اقول لا. ورحنا هارود. طبعا كنت مع والدتي في لندن سنة اللي راح اتخرج. تقول لها: ماما شلون صار هارود؟ يعني شلون محمد الفايد قدر يسوي هارود؟ وانا اتكلم معه لا هو قدامي. كنت شوف يعني كأنه حلم يوسف. يعني ذاك اليوم ما انساه. فاول ما شفته بدون ما احس رحت وسلمت عليه. فقلت انا توني قاعده اسال امي هارود شلون صار هارود. فبس بعدين سالني وين الدرسين، شنو الدرسين؟ قلت له في مانشستر فاشن ماركتينج. فقال ايش رايك تقدمين عندنا، ليش ما تشتغلين عندنا في هارود؟ اليوم الثاني رحت مع صديقتي كانت تدرس معي. رحنا هارود وقعد معنا يعني كان كأنه فيلم، كأنه مو صدق. تعرفنا عليه، قال لنا قصته، شلون سوى هارود، عن ولده، شلون سوى أول مليون في حياته، شلون كان يقول حق يده إن أنا يوم واحد هارود راح أمتلكه. فقال يقول له شنو أنت مجنون؟ فكان يقول لنا هالقصة. بعدين أعطاني كتاب، كتاب هارود ووقع لي داخل هني ليت نور الشيخ تاريخ 4 فبراير 2009. لو ما كنتي نجمة هلا بحرين شنو راح كنتي بتكونين؟ شيء يا استشارية نفسية إيه؟ أو أخصائية تغذية. إذا جبنا هالكوب ايش بنقول كوبي عن المفضل؟ هالكوب كوب ستايل هندي. إيه غريب صح؟ إيه؟ أحب لما أروح أماكن أشوف الأشياء الغريبة، وايد أحب هاي الكوب. دشت الإعلام لأن هي بنت خالد الشيخ. وفعلا الناس قالوا إن
انتي دخلتي اعلام لان والدك خالد الشيخ، وحتى احد ارسل لي ايميل ان انتي بالواسطه دخلتي، بس هذا كلام غير صحيح. لكن استانس لما يقولون انتي بنت خالد الشيخ اكثر من ما يقولون انتي مقدمه برامج. اي اغنيه حسيتي والله لو ابوي غناها احلى بتكون؟ او سمعتيها بصوت ابوك فعلا تقولي لا يعني يبا والله هذه الاغنيه بصوتك انت احلى، يا ريتك انت مغنيها. يعني وايد يوسف، وايد ناس كانوا يقولون حق والدي ان الاغاني اللي تعطيها الفنانين الثانيين وايد حلوه، ليش ما انت تغنيها؟ فانا كنت اقول له بابا في وايد اغاني بصوتك تكون الاغنيه غير، فيها احساس اكثر. فمن الاغاني تصور لو خلت هالديرة من عينك ولا تعود، تصور وانا اقول لك شيم اون يو. شيم اون يو. شنو قصة شيم اون يو؟ شيم اون يو يعني يا عيب الشوم، بس شلون طلعت ما ادري شلون طلعت، بس شيم اون يو اقولها حق حق في البيت لكم انت فرق عن هلا بحرين. اذا شيء ما يعجبني لما اقول مثلا عيب عليك او عيب عليك شيم اون يو، فصارت يعني كلمه متداوله مع فريق عمل هلا بحرين. اظن وايد ناس قالوا لي شو تسوين لما تسوين كذي في اذنك، يعني اذنك تعورت؟ لا بس في ناس يتكلمون باذني. طبعا اكيد هذا لازم يكون موجود معنا عشان قلنا تايمينج 5 4 3 2 1 انتوا على الهواء، ابتدى وقطعه وانتهى الوقت. يمكن وجود يوسف في اذني. اذا شعري كان حلو واذا شكلي كان جدا مرتب لان يوسف معي. نور انت على الهواء لكن عدلي شعرك صوب اليمين، انا اسوي كذي وانا على الهواء. المهم في النهايه انا اشكرك، استمتعت معاك. ثانك يو وايد. هلا بحرين. وهلا بحرين. هلا بحرين.